لا لا لا، مش معقولة، مش معقولة، لا. يا ربنا، ايه ده؟ انا ازاي نمت كده؟ ده مفيش دقيقتين بس عيني راحت في النوم. بس ايه الحلم دوت؟ ممكن الحلم ده يبقى في مصلحتي. ايوه ايوه، انا فاكر الخاتم اللي انا لقيته في الاوضه. ايوه، انا لسه محتفظ بيه. انا من ساعه ما شفته وانا ما بيفرقنيش خالص. ايوه هو هنا الخاتم. فانت ممكن تبقى السر اللي ممكن تنقذني من الاوضه رقم 4. ممكن الحلم جالي هاتف وقال لي لازم احضر روح الانسان البدائي عشان اقدر اهرب من اللي انا فيه. اخيرا اعرف السر واعرف اتخلص من الاوضه دي ومن الكوابيس اللي انا فيها. هو قال لي الحلم، قال لي الكتالوج بتاع الخاتم ده اقعد ادعك فيه لحد ما اجيب الروح. تعالي 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 تعالي. ايه ده؟ انا حضرت عدويه ولا ايه؟ ايه الخاتم ده؟ هو الخاتم كان في مخدة الانسان البدائي، كان حاجه بدائيه. عدويه ما كانش ايام الانسان البدائي. يا لهوي، يا نسيت الطقوس. الطقوس نسيتها، لازم اخبي دماغي. يا لهوي، ايه؟ انا اسف انا اسف. شوف، ما خبيتش دماغي، جبت عدويه. لو اعرف اجيب نانسي عجرم وهيفا وهبي، بس للاسف شديد. نقول الطقوس، افتكر الحلم كويس عشان تعرف تهرب من الاوضه اللي انت فيها. زان زينجان ناديم نانيراجب زكي جيجي بتجي من يلا بعد جيجي سيدي بكره جيجي بيجي جيجي انت هتعيش في تعاسة للأبد، مش هتعرف تهرب منها أبدا. عارف ايه؟ عشان أنا حطيت عليها لعنة، والأوضة بالذات اللي انت فيها اللي بيدخلها عمره ما يعرف يهرب منها. أنا آسف يا صديقي، بس انت اللي استدعيتني من الخاتم. وانا ما كنتش عايز اقول لك السر ده، بس انت عيش بقى في العذاب دوت. اشوفك في الاخره يا صديقي. بس لا، اكيد انا في حلم. ايوه اكيد في حلم، انا اكيد بحلم. لا مش معقوله، مش معقوله. يعني ايه؟ ايه ده؟ الناس جايه وقالت لي ده اخر يوم ليك النهارده. انا لازم اواجه مخاوفي بنفسي. انا هروح الاوضه وهتحداك يا انسان يا بدائي، وهثبت لك ان انا اقوى منك مليون مره. انا راجل.